تحدثت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف عن هجوم بسمة بوسيل على طليقها تامر حسني في أحد البرامج التلفزيونية، قائلة إن الله أمرنا بقوله في الآية الكريمة في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا الخطاب موجه للزوج ومفهوم مطلق للزوجة أيضا. وتابعت سعاد صالح خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل: المفروض بعد الطلاق يصير كل منهما قريبا نفسيا من أجل الآخر، بالأخص لو كان بينهما أطفال، ولا يصح أبدا أن تسيء المرأة لطليقها، لأن هذا سيكون إساءة لحياتها أيام ما كانت زوجة معه. وطلبت سعاد صالح من الزوجين بعد طلاقهما ألا يتحدثا عن بعضهما سوى بالمعروف فقط، ويكون لديهما تعقل وحكمة في حديثهما أثناء مرحلة بعد الطلاق، لأن ذلك من مصلحتهما ومصلحة الأولاد.